مساء الخير. طبعا الملوحة دي أكلة مفضلة عند أغلب الشعب المصري، وأكلة تحفة جدا ومش محتاج إن احنا نتكلم عنها لأن هي لوحدها بتتكلم عن نفسها بصراحة. أنا كان عندي برطمان ملوحة. كانت نسبة الملح فيه عالية جدا، فاضطريت إن أنا أعمله بطرق هتشيل منه نسبة الملح وهتبقى عدمة وجميلة جدا جدا. انا عملت ايه؟ اول حاجة مسكت الملوحة قطعة قطعة ونزلت بيها تحت المية، غسلت كل الملوحة، نزلت منها كل الملح اللي فيها. بس كده، هي دي الطريقة. بقى تجهزي بقى المكونات بتاعتك: طحينة، عصير ليمون، انا عم مقطعه شرايح ليمون كده للتزيين بقى. معاكي طماطم وبصل وفلفل اخضر زي ما انتم شايفين، وهستخدمهم في شوية طرق تحفة جدا. ده الزيت بتاع الملوحة، مش مية الملوحة. مية الملوحة بتبقى مالحة جدا ومش بستخدمها. لا، ده الزيت اللي بيبقى على البرطمان من فوق، على وش الملوحة من فوق، ده انا بحب استخدمه، بيبقى طعمه جميل جدا. اول طريقة معانا: هتجيبي الكبة بتاعتك، هتحطي فيها، تنزلي بيها البصل والفلفل الاخضر، وبعد كده هتحطي قطع الملوحة. تحطي قطعتين او ثلاثة زي ما تحبي، على حسب كمية البصل والفلفل. وتنزلي بشوية طحينة وشوية عصير ليمون، وتنزلي كمان بشوية زيت من بتاع الملوحة. الزيت زي ما قلت لكم ده مش بيبقى مالح، المية اللي هي بتبقى مالحة. تضربيهم بقى في الكبة لحد ما كل المكونات تطحن كلها مع بعض، البصل مع الفلفل مع الملوحة، لحد ما يديكي قوام كده خطير جدا، عامل زي القشطة. مربة ملوحة طعمها خطير جدا، جربوها. بجد مش هتبطلوا تاكلوها بالطريقة دي. انا بقى بحب الطريقة دي قوي، دي طريقتي انا المفضلة. احط الطماطم بقى في الكبة، بنزل عليها بقطعتين او ثلاثة برضو ملوحة، واحط بقى عليها الطحينة والزيت بتاع الملوحة وعصير الليمون. بس هي دي المكونات اللي انا بحب استخدمها في الطريقه دي. الطريقه دي بالنسبه لي مميزه جدا برضو وبحبها قوي، طعمها بيبقى خطير خالص. هنضربها برضو في الكبه نفس الطريقه الاولانيه. بصوا بقى، بعد ما ضربتها في الكبه، مش عايزه اقول لكم، خطيره جدا جدا. بصوا عامله زي الكريمه، وهتاكلوا بقى كده احلى ملوحه، مش هتشبعوا منها بجد يعني. طبعا كل الطرق دي اللي انا عملتها، بعد ما بتغسلي الملوحه بنفس الطرق دي، مش هتحسوا خالص بنسبة الملح العالية اللي دايما بتضايقنا في الملوحة. الطريقة التالتة دي بقى، كان عندي شوية ملوحة كده صغيرين مهريين، عاملين زي الزبدة بصراحة، يعني ما هنش عليا اضربهم في الخلاط. رحت حطاهم في طبق، ونزلت عليهم بقى بشوية طحينة وزيت الملوحة اللي قلت لكم عليه، وشوية ليمون. دي بقى عاملة زي الزبدة، دي تتاكل لوحدها كده. كانت جميلة جدا، ما حسيت ان انا مش محتاجة اضربها في الخلاط. وتحطوا بقى الحاجات الحلوة بتاعتكم: الخيار والطماطم والفلفل، بصل اخضر بقى، وشوية شطة، اللي بيحب الشطة الخضرة كمان. بصوا، مع شوية خس كده. بجد بجد احنا محتاجين الاكلة دي اليومين دول بالذات، علشان خاطر بقى البصل الاخضر مع الليمون في البرد اللي واخد دور برد الايام دي، ممتاز جدا جدا جدا. يا رب تكون الطرق دي عجبتكم، واللي عجبته الوصفات دي ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس، وجربوها هتعجبكم قوي.